تعالي لي يا فوزية، جربتي قبل كده تصبي البيض في المية المغلية؟ جربي والله العظيم هتدعي لي. اكتر وصفة صحية ممكن تجربيها، من غير ولا سمنة ولا زيت ولا اي دهون خالص. هنعمل احلى غدوة في 10 دقايق بس، مليانة خضار وبروتين وصحية مليون في المية. دكاترة الدايت بعد ما يشوفوا الوصفة دي هيعملوا لي براءة اختراع. تعالوا نشوف عملناها ازاي مع بعض. بس قبل ما نبدأ صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شجعوا اختكم حرية بأجمل لايك، لاني لما باجيلكم بوصفة تكون لازم وصفة تفيدكم، لازم وصفة تدخل قلوبكم كده على طول. ففرحوا انا كمان قلبي وحطوا لي لايك للفيديو ده. في الاول بقى معايا هنا كده نص فلفلايه احمر، ونص فلفلايه اصفر، ونص فلفلايه اخضر، وكمان معايا بصلايه كده متوسطه، ومعايا طماطمايه متقطعه مكعبات. هنا بقى في الوصفه دي مش شرط ابدا كل المكونات تضيفيها، يعني مش شرط تحطي الفلفل الالوان كله، ولا بس البصل الاساسي هو والطماطم، لكن فلفل الالوان مش شرط. لكن انا عاوزه اعمل وصفه صحيه علشان نخس يا ولاد، ونبقى كده مرموقين شويه، مشموقين. هي اسمها ايه، مرموقه ولا مشموقه؟ عاوزين القوام المرموق. تمام. فجبت بقى فلفلايه، بصراحه انا بحبها قوي بالفلفل الحامي بس ما لقيتش، فجبت بقى فلفلايه كده رومي، خدت نصها وزي ما اتفقنا ايه، نص احمر ونص اصفر. هنقطعهم مكعبات على قد ما تقدري تكون صغيره. وكمان بقى هنقطع بصلايه، والبصلايه دي هتخليني ابكي بالدموع. البصل الجديد ده يا جماعه تحسوا ان هو ايه، يعني مزروع علشان يعذبنا اصلا، بس يستاهل والله ببلاش يعني، مقارنه بالبصل التاني فحلو. نعيط مش مشكله. المهم بقى عشان ما تتوهوش مني، انا قطعت البصلايه هي كمان مكعبات صغيره، يعني كل الخضار اللي معانا قطعيه مكعبات. لو حابه تضيفي على الوصفه دي مشروم او زيتون او بقدونس او شبت، اي نوع خضار حابه تضيفيه ضيفيه. هنا بقى خلاص كده جبت حلة على النار وبدأت انزل فيها بمية بتغلي، او المهم ان انتي تعملي مية مغلية، يعني حطي مية ساقعة مية سخنة مش مشكلة، بس المهم تستني لما تغلي. ومعايا هنا 5 حبات من البيض. اعملي برضو الكمية اللي تناسبك، انا هنا عاملة كمية تكفينا كلنا انا والولاد وباباهم. تمام كده. حطيت ال5 بيضات، ولازم بقى ايه نربهم. هربهم كده بالشوكة على ما المية ما تغلي معانا. المية ما شاء الله بدأت تغلي لان احنا حاطين اصلا المية كانت سخنة. تمام. طيب هنعمل ايه بقى يا بنتي يا فوزية؟ كل اللي هنعمله ان احنا هنصب البيض في المية المغلية بالشكل ده كده، وما تلمسيهوش خالص. هتسيبيه هتلاقيه بيبدأ كده يعلى وبيبدأ ينفش، ما شاء الله بتحسي ان هو اصلا اتضاعف. يعني لو في العادي بتاعك ال5 بيضات دول بيتقلوا بكمية، دي بتكون الضعف ما شاء الله. كل ما يغلي كل ما الكمية بتتضاعف. المهم بقى حبايبي ما تقلبهوش اول ما تنزليه خالص، لان لو قلبتيه اول ما تنزليه في المية هتلاقيه فرول منك وداب في المية. سيبيه لما يمسك نفسه كده وتبدأي بقى تقلبيه، وخلي بالك علشان ما يلزقش في قاع الحلة. هنا دي الكاميرا الامامية، والكاميرا الامامية دي دايما بتظلم الصورة. احب الف لكم الكاميرا دلوقتي اهو، بصوا كده. هنا كده بصوا لما لفيت انا الكاميرا ومسكت الموبايل بايدي، شايفين لونه ده؟ لونه والله الطبيعي، وجربوا وهتدعوني من قلوبكم بجد. لكن الصورة دي كده بالكاميرا الامامية. تمام يا حبايبي. تمام كده. هناخد بقى مصفى اللي هي زي بتاعه اللي بننخل بيها الدقيق دي، زي بتاعه الزيت كده، ونبدأ نصفي البيض. هنا بقى حبايبي احنا عملنا بيض مقلي بس مش مقلي، يعني نفس البيض المقلي اللي احنا بنقليه بس من غير ولا سمنه ولا زيت. هتقولي لي يا فوزيه انت يعني اوفر قوي، ما تسلقيه طب وخلاص بقشره، اعملي بيض مسلوق. ما انا مش عاوزه بيض مسلوق، مش بحب اكل البيض المسلوق اللي هو بياض وصفار ده، مش بحبه. فليه لا لما اعمله بالطريقه اللي انا عاوزاها وتكون صحيه. تعالوا بقى نشوف بقى هنعمل ايه. هنا في الطاسه حطيت معلقتين ميه، ركزوا، حطيتش ولا سمنه ولا زيت، حطينا معلقتين ميه، نزلت فيهم بالبصلايه بتاعتي المفرومه، حطيت شويه ملح علشان يدبل معايا البصله ونديله تشويحه. بعد كده بقى هننزل عليه بالطماطمايه. الطماطمايه هتساعد ان الميه بتاعتها تسوي البصلايه. ما احنا مش هينفع نضيف البيض غير لما البصله معانا تستوي عشان ما تكونش بتقرش. الفلفل عادي، يعني الفلفل مفيش مشكله هنضيفه اخر حاجه.
علشان هو الفلفل اصلا بيكون طعمه حلو لما بيكون بيقرمش كده، لكن بصل لا، مش هيكون لذيذ خالص. حطيت بقى هنا شوية من الفلفل الاسود وشوية من البابريكا، وحطيت رشة زعتر بسيطة كده بينقلها في حتة تانية خالص. هنقلب بقى الكلام ده كله. بصوا والله يا جماعة، والله ما حطيت ولا سمنة ولا زيت، كل اللي انتوا شايفينه ده شوية مية، معلقتين مية. تمام. هتقولي لي طعمها حلو، هقول لك جربي في بيضة واحدة وادعيلي. خلاص هنا بقى حطيت معلقتين مية كمان وغطيت عليهم لحد ما تتسبك مع بعضها. اول ما توصل بقى للقوام ده، هو ده المطلوب. عايزة الطماطم تستوي والبصل يستوي، انزلي بقى عليه بالبيض، كسريه كده وانزلي عليها بالبيض. دي بقى عارفين ايه؟ دي شكشوكة صحية، شكشوكة صحية 100%. تنفع لدايت، تنفع لمرضى السكر ومرضى القلب والناس اللي ممنوعة من الكوليسترول. بصوا حاجة كده صحية وهيلسي 100%. نزلت بقى عليهم بالفلفل الالوان ده اخر حاجة، وهديها غلوة واحدة علشان البيض يتشرب كده من الطماطم ويبقى طعم. هنغطيها دلوقتي ونسيبها تغلي غلوة ونقدمها. يلا بقى بينا نقول الدعاء كده واحنا بنقدمها. اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، اخرجنا من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك ندفع ما لا نطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبايب قلبي، الوصفة والله تستاهل التجربة، فياريت بقى ما تبخلوش عليا بلايك للفيديو ومشاركة كده لأصحابكم، علشان انتوا كده بجد بتفيدوني وبتساعدوني. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.